المهندس خليل النوبي، مستشار مدير عام مديرية مدينة المكلا لشؤون الشباب، عاصمة محافظة حضرموت في جنوب اليمن. أحد أبرز رواد العمل التطوعي والإبداع والريادة بمحافظة حضرموت اليمنية. كرم في بيروت على نجاح مبادرة شباب السلام. كرم بميدالية صناع التغيير من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموريتانيا سابقا. شارك بالمؤتمر العربي الثاني للريادة والإبداع اللي أقيم نهاية 2018 بالعاصمة اللبنانية بيروت برعاية رئيس الوزراء سعد الحريري. نجح النوبي في الوصول إلى مبادرات إنسانية وتنموية من مختلف الدول العربية. نال ببيروت على أعلى وسام بين المشاركين للإبداع والريادة. نجح النوبي في الوصول إلى مبادرات إنسانية وتنموية من مختلف الدول العربية. بدأت مبادرته عام 2014 بعد انتشار الفوضى ببلاده، خصوصا بعد أحداث عام 2011. تسلم شهادة مشاركة بمؤتمر الريادة من الأميرة السعودية هند بنت عبد الرحمن آل سعود. استعرض النوبي عدد من التحديات يلي واجهت الشباب ببلاده، كما أنه زار شخصيات عديدة أبرز النائب بهي الحريري بمدينة صيدا، وزار شمال لبنان وشارك بالعمل التطوعي بمنطقة باب التبانة. عاد إلى لبنان نهاية العام 2018 وشارك بمخيم الشباب العربي للتطوع والإعلام الجديد. فلور فرنسا. خليل النوبي من اليمن. جليل من السودان. كما أنه زرع شجرة أرز السلام بمنطقة الشوف بجبل لبنان. أسعدني أنه كان من اليمن الشقيق المهندس الحاصل على وسام الإبداع والريادة خليل النوبي من محافظة حضرموت، وأسعدني أنه شاب في مقتبل العمر ويفكر كيف يخدم مجتمعه ووطنه، وكان سعيد جدا بأنه قال أنا قمت بهذا التغيير أو بهذا الإبداع من أجل أن أخدم وطني اليمن. شارك المهندس اليمني الحضرمي بزراعة الزيتون بمنطقة الشوف في السقمانية بلبنان، وزرع زيتونة المحبة والسلام تحت عنوان نزرع ليبقى لبنان أخضر. المهندس النوبي، بصمة الشاب اليمني الحضرمي ببيروت.